السلام عليكم ورحمة الله. قناة كاتي وبيك والمطبخ ترحب بكم من جديد في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله نقدم لكم واحد العصير اللي كيتصاوب بالالوي فيرا بالحامض والليمون. غندخلو باش نوريو لكم إن شاء الله المقادير. عندنا هنايا السكر كيبقى على حساب الذوق. عندنا واحد الحامضة غنستعملو شوية ديال القشرة ديالها نحكوه واللب ديالها. وهنا عندنا واحد الجزرة سلقناها نصف سلق حتى هي غنقطعوها ونستعملوها. وعندنا هنا واحد البرتقالة وواحد جوج د العراش ديال الالوي فيرا. الالوي فيرا راه تتكون في الجرادي وكاين اللي دايرها في الدار بحال انا دايرها في الدار، راه صحية. وهذا المركز ديال الحامض غنديرو غير واحد الرويس. وعندنا واحد الكاس حتى واحد اللتر حتى اللتر وربع ديال الماء. هذا العصير راه مزيان اللي عنده قرحة المعدة يستعملو مرة في اليوم، راه غادي يتشافى ان شاء الله من قرحة المعدة. دابا ان شاء الله غندخلو باش نبداو العصير ديالنا. هنا عندنا في واحد الخلاط كهربائي درنا اطرو لاروب ديال الماء باش نطحنوه مع المكونات ديالنا. كما قلنا عندنا الجزر، البرتقاله، وهنا عندنا القشر ديال الحامضه مع الحامضه، الالوي فيرا، نديرو هنايا واحد الرويس ديال كما قلنا الروح ديال الحامض، رويس منكتروش. وكما قلنا السكر سنيده تيبقى على حساب الذوق. انا غندير غير 3 حتى 4 المعالق. واحد، انا درت 4 المعالق. دابا غنبدا نخلط العصير ديالي. العصير ديالنا من بعد ما طحناه في الخلاط الكهربائي صفيناه مزيان. في الاول درنا اطرو لاروب ديال الماء، عقبنا زدنا داك الربع لتر اللي بقى، وعقبنا خلطنا الكل مزيان. وهذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا. كما تتشوفوا كما قلت لكم في بداية الفيديو، راه عصير فعال للقرحة المعدية، يعني وصفة سحرية اللي عنده القرحة المعدية. ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، الى اللقاء في فيديو جديد مع قناة كاتي وبيك والمطبخ.